السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت في بداية حياتك وتايه ومش عارف انت عايز ايه ولا عارف هتعمل ايه، ما تقلقش خالص، ده احساس طبيعي في البداية. ركز معايا لاخر الفيديو وهفهمك كل حاجة. انا عارف ان يبقى عندك انطفاء الرغبة في الحياة بسبب التوهان اللي انت فيه، وبسبب انك ما بقتش عارف انت عايز ايه، وكل ما تبدأ في حاجة ما بتكملش. انت تايه للأسف لانك ما عندكش وجهة، ولا عندك خطة، ولا عندك هدف محدد كاتبه في ورقة وعارفه وحافظه وعايز توصله. المشكلة انك انت مش عارف انت عايز ايه. لازم تعرف انت عايز ايه، مش انا. لازم تقعد مع نفسك وتجيب ورقة وقلم وتصفي كل اللي في دماغك. لازم الرؤية توضح قدامك، ما تبقاش ضعيف الإرادة. بعد ما تكتب انت عايز ايه، اكتب انت واقف فين وهتبدأ منين. بعدين اكتب بداية جديدة واكتب الخطة اللي هتمشي عليها بالظبط. حتى فيما بعد الخطة لو ما ظبطتش مفيش مشكلة، غير الخطة تاني، افضل غير في الخطة لحد ما تظبط. اهم حاجة في الموضوع ده انك ما تشتتش نفسك. اتكلم مع نفسك بصوت عالي وشوف انت عايز ايه. قوم وبطل كسل. لازم تتغير وتغير من نفسك. ليه بتبدأ اي حاجة ومش بتكمل؟ لانك للأسف ما عندكش شغف، ما عندكش رؤية واضحة لما توصل هتكون فين. ما عندكش الصورة النهائية عاملة ازاي، وللأسف بتشتغل بالتحفيز وما عندكش انضباط. غير الروتين، غير المكان، اعمل حاجة جديدة، شقلب حياتك كلها. ما تفضلش كابت نفسك. قبل ما تدور على اي نجاحات لازم تبقى واضح قدام نفسك. لازم تسأل نفسك ايه الخطة الجاية، طب ما ظبطتش ايه الخطة البديلة، وهكذا. حياتك دي مشروع بتطوره كل يوم. اسأل نفسك اللي بتعمله ده هيقربك من هدفك ولا لأ. ما ينفعش تشوف الفيديو ويبقى بالنسبة لك مجرد كلام. لازم تطبق الحاجة اللي تقف معاك، حلها. كل مرة حاجة تقف معاك انت بتوقف، دي المشكلة. اي حاجة تقف معاك حلها وكمل. يا سيدي الحاجة اللي تقف معاك خش كلمنا على الانستجرام وانا هساعدك. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.